السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نجلاء علي من مطبخ نوجة. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض وصفة كده حلوة وجميلة واقتصادية وموفرة وبترمي معاكي كتير. ايه هي بقى؟ اللي هي كفتة الرز كده بصدور الدجاج. معانا بقى المقادير. معايا هنا نص كيلو فراخ مفرومة، ومعايا نص كيلو رز فرماه في مطحنة الخلاط، ومعايا التوابل بتاعتها ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبهارات مجمعة ونص معلقة توم، ومعايا خضرة مشكلة وبصلاية كبيرة. اول حاجة هعملها همسك بقى الرز اللي انا طحناه في مطحنة الخلاط ده مع الفراخ وهخلطهم على بعض. وهجيب الكبة وهبتدي بقى افرم البصلاية مع الخضرة كده فرمة ناعمة، عشان هضيفها على على الرز والخضرة كده بقى مع بعض واحدة واحدة وبالخطوات كده، ونشوف احنا بنعمل ايه. طبعا انا خرطت الخضرة مع البصل، وهبتدي بقى بالكبة كده اديها ضربة ناعمة كده، اقعد اضرب فيها لحد ما تنعم. وطبعا احنا الكفتة دي أنا هعملها فيها مكون كده ان هو يخليها ما تفكش وتفضل جامدة معاكي لاخر صباع، جامدة زي الحديد. المكون ده اللي هو ايه بقى؟ هنضيفه دلوقتي وهتشوفوه معايا. طبعا هنا اللي بنزل الخضرة والبصل والتوابل بعد ما فرمتها اهو. المكون اهو الشعرية، وهبتدي هما بتاع معلقتين شعرية. هروح خلطة بقى الخليط الحلو الجميل ده مع بعضه، حبة الشعرية مع الرز المطحون مع التوابل مع الخضرة المفرومة مع البصلاية والثوم. وهبتدي بقى ايه، طبعا خلطتها كويس قوي، وطبعا هي خشنة لازم تاخد وش كده في الكبة، تنعميها جدا تديكي عجينة كده ناعمة. فبديها كده فرمة كويسة كده. ده اول وش وبوريها لكم ناعمة وجميلة ومتماسكة. هننزلها بقى وناخد الجزء التاني. رمت معايا، عملت ما شاء الله ازيد من كيلو. طبعا نص بانيه ونص رز وبصلايه وخضره، يعني عملت بتاع كيلو وربع، كيلو ونص كده بالحاجات اللي انا ضايفاها. طبعا هنعملها طبعا على مرتين، مش هنعملها كلها. وهنا بقى ايه بفرم الفرمه بتاعت بواقي الكفته. بفرمها بقى كويس قوي كده وبنزلها في الطبق. طبعا في مكون كمان عشان برضو ما يتفكش منك، هتشوفوه دلوقتي وانا بضيفه. هعمل ايه بقى؟ هجيب بقى معلقتين دقيق كمان احطهم على الخليط الحلو الجميل ده، وابتدي الم عجينة الكفتة. بعد كده هقسمها بالنص، واحدة هحطها في كيس واشيلها في الفريزر وقت ما احتاجها اطلعها. وده النص التاني. النص التاني ده ازيد من نص كيلو. جبت بقى زيت وهصبع بقى كده واحط واحدة جنب التانية في الصينية. ممكن بقى تصبعي، ممكن تكوري، ممكن تخليها كلها مثلا كور كلها صوابع، تعملي ده مع ده زي ما انا ما بعمل كده. انت وراحتك وحاجه ترجع لك. وتكبري بقى صباع الكفته تصغري، برضو دي ترجع لك. هنا بدهن زيت وبعمل. هنا خلصت اهو. الكميه جميله، شايفين خضرها والنعومه بتاعتها جميله جدا. هنا بقى هننزل بالزيت. كل ده في وقت واحد وفي يوم واحد، يعني انا مش عامله قبليها ولا كده، لا كله في يوم واحد. خلاص صبعتها اهو. هنزل بقى بالكفته اللي هي الكور دي واحمرها في الزيت. طبعا لما تاخد اللون الذهبي الجميل الحلو ده هشيلها واحط الصوابع. بصراحه هي ايه، جميله موفره، بترمي معاكي. اللحمه طبعا غاليه غاليه جدا. فطبعا لما تجيبي نص كيلو بانيه مش وتعملي بالكميه دي، طبعا اقتصاديه وموفره معاكي جدا. ونفس الطعم بتاع كفته اللحمه اللي هي كفتة الرز باللحمة، بس دي أخف بقى وأطعم، لأن مش بتعمل حمو ولا حموضة عن بتاعة اللحمة. دي جميلة جدا، خفيفة حلوة قوي. هنا طبعا طلعت أول طبقة اللي هي اللي خدت اللون الذهبي، وأحط بقى اللي هي صوابع الكفتة وابتدي أعملها أحمرها كده وتاخد برضو اللون الذهبي. ونشيلها وهنطبخها بقى كمان بالمرة، ونعمل لها صلصة وكده. يعني هو ده بقى الغدا بتاع النهارده. فيعني نعمل والكفته يعني رز بالشعريه، وهنمشي كل ده مع بعض كده نعمل الحاجات دي. وبصراحه جميله، والاكله تقعد يومين غير اللي احنا شلناه في الفريزر. كده الكفته يا جماعه احمرت اهي وهشيلها. وبالزيت اللي انا حمرت فيه الكفته دي هناخده برضو ونحمر فيه البصلايه كده بتاعت الكفته. دي بصلايه متوسطه
طبعا يعني مش هحمرها هي، بس بدبل البصلايه، بديها تتبيله كده ما تصفر. حطيت نص توم، نفس اللي انا حطيته في الكفته بحطه هنا في الصلصه. طبعا حطيت تتسبك شويه الصلصه تتسبك، وضفت الكفته ونفس بقى التوابل هحطها هنا. فركت مكعب مرق وحبه ملح وحبه فلفل وكمون وبهارات مجمعه على الصلصه. لا لا، نفس اللي انا حطيته في العجينه بحطه في الصلصه. طبعا بظبطها كده اسيبها تاخد وتدي مع نفسها. وهنا بقى الرز بقى هنحمر الشعريه، عشان بقى الكفته تبقى تتاكل مع الرز بالشعريه. حمره كده وما ياخد لون هنبتدي بقى ايه نحمره واحده واحده كده، وبعدين نصفي الميه. انا كنت غسلاه ونقعاه لمده نص ساعه، لما بغسله وبنقعه ما بياخدش معايا سوا. وحطيت الملح بتاعه وظبطته كده وبقلبه كويس. وفي نفس الوقت بقى كده هبقى اضيف الميه. ممكن بقى تضيفيها ساقعه، تضيفيها سخنه من الكاتل. وطبعا انت لما بتضيفيها سخنه بيسعف معاكي برضو في السوا، بيستوي بسرعه. هنا حطينا الميه يا دوبك يغطي وش الرز، وتحطي الملح تظبطيه. وطبعا لما يتشرب تروحي مهديه عليه كده وتسيبيه ياخد ويدي مع نفسه كده، وترفعيه بعد كده من على النار لما يستوي. وادي الكفته اهي. وكنت مقشره لها وحدتين بطاطس كبار بتاع نص كيلو كده، وحطيتهم معاها. شايفين يا جماعه الجمال؟ الكفتايه جامده حديد ما فكتش ولا جرالها اي حاجه، جميله جدا والطعم خطير. كده بغرفها قدامكم. وهنا الرز كمان استوى وبغرفه في الطبق، وهنقدمه بقى ونشوف شكله. ده كده انا قلبت الطبق في طبق التقديم، وادي طبق الكفته. بصراحه تحفه. وبكده وصلنا للشكل النهائي بتاع كفته الرز بالفراخ. ندوقها بقى، جميلة جدا. أتمنى الفيديو ينال إعجاب.